السلام عليكم، ازيكم حبايبنا؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وحال. مع أول فيديو مراجعة من كتاب الأيزو المراجعة النهائية 2026. باب أولاني، أول 30 سؤال. طبعا زي ما احنا اتفقنا حل الواجب هيتم تصحيحه وهينزل لك لكل جزئية فيديو الحل بالتفسير بتاعه. مش هنطول عليكم ونبدأ من أول سؤال ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأولاني بيقول: إذا كان x ناقص 2 يمثل رقم الدورة التي تبدأ عندها ظهور العناصر الانتقالية. طب وهي بتبدأ ظهور العناصر الانتقالية عند الدورة الرابعة. طب يعني معنى كده أنا بتكلم على إن أنا عايز أكون حصيلة الناتج ده بيساوي 4. جميل، حصيلة الناتج لأن عايز يكون الدورة ناقص 4 الدورة الرابعة. طب إكس ناقص 2 بتساوي 4، يبقى الإكس بتاعتك هتساوي 6. يبقى بالتالي قيمة الإكس عندي هتساوي 6. ما بقولش الدورة عندي 6 ولكن إكس 6 عشان يبقى إكس 6 ناقص 2 يدينا 4 وده رقم الدورة بتاعنا. وده كده حل السؤال الأولاني. تمام، تعالى نشوف السؤال التاني. السؤال التاني بيقول: إذا كان عندي كاتيون ملح، كاتيون الملح دوت XCl2 بيحتوي على 28 إلكترون، مش عدده الذري 28. طب والإكس هنا عدد تأكسده موجب 2، يعني هو موجب 2 عنده 28 إلكترون. لو رجعنا ل 2 إلكترون تاني يبقى 30، يعني العدد الذري بتاعه 30. يعني أنا بتكلم في الخرسين. جميل. هو طبعا ما قاليش إيه عنصر انتقالي، لأنه كان قال عنصر انتقالي زي ما أنتم فاهمين يبقى ما كانش من الخرسين. تمام، ده كده الخرسين. يا ترى استخدامات الخرسين هتبقى عندنا ايه؟ طبعا عارفين ان هو بيدخل في حمايه الفلزات من الصدى عشان بيعمل عمليه الايه؟ الجلفنه بتاعته. طب هل يدخل في صناعه ادوات الطبيب؟ لا، ده الحديد. طيب، عدد تأكسده يتعدى رقم مجموعته، ده النحاس. يدخل في صناعه المغناطيسات، ده ممكن يكون الكوبالت او يدخل الفاناديوم معايا كمركب من مركباته. او لو انت عايز تدخل في صناعه المغناطيسات نفسها يبقى عباره عن عنصر الكوبالت. تمام، كعنصر. لما لو مركب يبقى عنصر الفاناديوم او يستخدم في صناعه مغناطيسات فائقه التوصيل. جبت لك الاثنين يعني. المهم ان الاجابه عندنا هي الاجابه ج، الاجابه الصحيحه اللي معانا، علشان يبقى احنا عندنا خلفيه كده كويسه بالسؤال. نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد منه بيقول: عنصر إكس يحتوي في حالة تأكسده موجب 3 على 5 إلكترونات مفردة. جميل، ده هو موجب 3 عنده 5 إلكترونات مفردة، معروفة مشهورة، هو الحديد. بس خلي بالك قال لي فين بقى؟ في المستوى الفرعي دي 4 دي، يعني اللي تحت الحديد، يبقى مش الحديد. تاني كده، مشهور جدا. قلت لك أول ما يكون، لو تفتكر كده ملاحظاتنا، أول ما يجي لك أيون موجب 3 ويحتوي على 5 إلكترونات مفردة، دي مش موجودة غير عند مين؟ عند الحديد. طب أنا قال لي لا، ده أنا واقع في المستوى الفرعي 4 دي، يبقى أنا اللي تحت الحديد لأن الحديد 3 دي. أي مما يليها صفر هذا العنصر يقع في الدورة الثانية. لا، ده أنت بتقول تحت الحديد، يعني أنت في الدورة الخامسة. يحتوي في حالته الذرية على 2 إلكترون مفرد، لو أنا تحت الحديد يحتوي على 4 إلكترون مفرد، لأن هيبقى الفور دي بتاعتي، وأنا هبقى زي الحديد هيبقى عندي فيها 6 إلكترونات، والحديد كان 3 دي 6 لو أنا حالة عنصرية. يعني عندي هنا العزم المغناطيسي بتاعي هيكون كام؟ 4 إلكترونات، أو عدد الإلكترونات المفردة 4 إلكترونات. يبقى الإجابة دي برضه غلط. يستخدم كعامل حفاز عند تحضير النشادر بطريقة هابر بوش، كان يبقى صح لو كان هو الحديد، إنما إحنا قلنا هو مش الحديد. يبقى الإجابة أكيد بتاعتنا هي د، يحتوي على 3 مستويات طاقة رئيسية مكتملة بالإلكترونات. طب الكلام ده فين؟ الكلام ده يا سيدي كان إن أنا هوزعه كريبتون، وطبعا هو لتحت الحديد يبقى 4s 5s 2 4d 6. طيب، معنى كده إن لحد المستوى الخامس مش مكتمل ولحد المستوى الرابع مش مكتمل، يبقى الثلاثة اللي قبل منه مكتملين. ما هو الرابع طالما 4 دي 6 يعني الرابع الرئيسي ما اكتملش، و5 اس 2 يعني المستوى الخامس ما اكتملش، يبقى بالتالي لحد 3 دي مكتمل معايا، يبقى ثلاث مستويات طاقة رئيسية مكتمل بالالكترونات، يبقى الإجابة بتاعتي هي الإجابة الصحيحة. يعني بنحاول إن احنا نعرفك برضو السؤال ايه سبب ان انا اخترته، يعني مش بقول لك على السؤال اختار ده، لان دي مراجعه. المفروض ان احنا نسمع كمان الاختيارات الغلط غلط ليه، عشان تبقى حل لينا او تبقى استرجاع لينا. السؤال رقم 4 بيقول لي: اي مما يلي صحيح لايون اول عنصر انتقالي يلي عنصر الكريبتون. طيب، اول عنصر انتقالي يلي عنصر الكريبتون، يعني انت بتتكلم في كريبتون 36 ووراه على طول هيبقى 5 اس 2 4 دي 1. ده كده اول عنصر انتقالي. بس هو مش بيتكلم على العنصر، بيتكلم على ايونه بقى. جميل، فهمت. يعني مش بتكلم على العنصر نفسه، لو على العنصر نفسه هيبقى عباره عن واي 39. طيب، هيبقى تحت السكاديوم. طب يحتوي على 4 مستويات طاقه رئيسيه مشغوله بالالكترونات. هقول له هو ده حقيقي فعلا لايونه. ليه لايونه؟ ما انت حضرتك لو اتوزع هيتوزع عباره عن ان انت هتاكل كل الالكترونات دوت
هتروح منك، هتنتهي منك. يبقى بالتالي انت فعلا ما عادش عندك لا الكترونات في الاس ولا بقى عندك الكترونات فين؟ في الدي. ليه؟ لانك انت هتطير. هو بيتكلم لايون اول عنصر انتقالي. تمام. جالي عنصر الكريبتون واحنا قلنا خلاص هو اليوتيريوم 39. طب يحتوي على 4 مستويات طاقة مشغولة بالإلكترونات. تقول لي إزاي إذا كان 4 دي انتهت؟ ما 4 دي انتهت بس كان في قبل منها يا باشا 4 اس 2 وكان فيها 4 بي 6. ما طالما أنت عندك 4 دي 1 يبقى أنت عندك في مستويات طاقة رئيسية 4 مشغولة. الخامس انتهى اللي هو الخمسة اس 2. ما هو راح في الأيون. خلي بالك تاني بيسأل على أيون العنصر الانتقالي مش بيسأل على العنصر الانتقالي. ركز قوي. لأن واحد يجي يقول لي انتهى التوزيع الإلكتروني بتاعه كده، لا. يحتوي على 10 مستويات طاقة فرعية مشغولة بالإلكترونات لو جمعتهم مش هتلاقيهم 10. وبعدين هو بيتكلم على الأيون. التوزيع الإلكتروني يشبه عنصر الإسكان. واحد يقول لي ليه ما خدناهاش؟ ده يقصد بيها العنصر. أنا ما بستخدمش على عنصر. هو توزيع إلكتروني فعلا يشبه توزيع عنصر الإسكان كعنصر. إنما هنا بتكلم على أيونه. يا ريت نركز في الجملة. بيتكلم على الأيون وليس على العنصر. أنا وزعت ده عشان أعرفك أنا عنصر مين، إنما آخد بقى صفات الأيون وليس صفات العنصر. فريت نفهم السؤال بتاعنا ليه. عشان الطالب قال لي انا جيت احل حاجه لقيت في الاختيارات وانت معاك الاجابات فكويس انت بتصحح لنفسك، بس انا مش عارف ليه الاختيارات غير اجابتي. والله ممكن تكون انت ما قريتش طبيعه السؤال كويس. اقرا السؤال كويس. ده اهم حاجه عايز اعلمك فيها وادربك عليها واثبتها لك واحنا بنحل اسئله المراجعه. قراءه نص السؤال كويس ونفهمه زي ما هو بيقول، مش هفهمه زي ما انا فهمته. لا، افهمه زي ما هو عايز اللي انا افهمه، مش هفهمه بدماغي انا. واضح جدا الكلام ده يا بومبا منك ليه. الدماغ تبقى بتفهم السؤال يا بومبا. تمام. طيب نشوف السؤال اللي بعد منه. السؤال اللي بعد منه بيقول ايه؟ عنصر انتقالي رئيسي. ماشي عنصر. ماشي. التوزيع الالكتروني لايونه اكس موجب 3 بالشكل ده. طب رجع الثلاث الكترونات، 2 يجوا عند الاس وواحد عند الدي يبقى 9. هتقول لك ليه مش 1 و10؟ لا، لما يكون في 4 اف يا حبيبي ما تعملش زي ما بتعمل في النحاس والفضه. اول حاجه ده هيكون ذهب اصلا. تمام. فانت لو انت عارف التوزيع الالكتروني هتعرف ان احنا دخلنا في الذهب. بس المهم واحد يقول لي طب ليه ما حطيتش واحد الكترون في الاس واثنين في الدي وتقفل؟ هقول لك الكلام دوت لما يكون ما فيش اف في الوسط. لما ما يكونش في اف في الوسط. طب المهم يقع هذا العنصر فين؟ انا عرفت ان هو الذهب. يبقى بالتالي هيقع في المجموعه ال11 اللي هي مجموعة عناصر العملة. عناصر العملة اللي هي بتاعت ال1 بي هي عناصر العملة. وده اللي عرفك ان هو دهب. قلت لقيت فيه اف. اول ما تلاقي الاف ظهرت كده تعرف ان دوت هو عبارة عن الدهب. ماشي يا باشا. ده برضو إجابة السؤال اللي عندنا هنا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 6 بيقول لي أي الأيونات التالية ليس له نفس عدد الإلكترونات المفردة لأيون العنصر الانتقالي في المركب في بي او 4. يبقى دوري الأول إن أنا أجيب عدد تأكسد الفي. لو حسبنا عدد تأكسد الفي هنا هنلاقيه موجب 3. وطالما الفانيديوم موجب 3 والفانيديوم أصلا توزيعته أرجون 18 و4 اس 2 3 دي 3 ده الفانيديوم. طب هو لو أنا عدد تأكسده موجب 3 هتبقى توزيعتي كالآتي. هتبقى 4 اس 0 ده توزيعة الايون 4 اس 0 3 دي 2. يبقى انت عندك كام الكترون مفرد؟ 2. بقول لي مين بقى من الايونات دي اللي نفس عدد الالكترونات المفرده اللي موجوده في في موجب 3؟ طب التيتانيوم موجب 3 لو انت وزعته هتلاقي عنده في عدد الالكترونات اللي موجوده فيه واحد بس. يبقى ده لا. تمام. طب الحديد انا عارف موجب 3 عنده 5 الكترونات مشهوره قوي. اقول له لا. نيكل موجب 2 هو كان 28 فكان توزيعته 4 اس 2 3 دي 8. حلو. طيب موجب 2 على 4 اس 0 و8 يعني معنى كده عنده كام الكترون مفرد؟ 2 الكترون مفرد وانت بتقطع من 10. يبقى هو ايون النيكل الاجابه الصحيحه بتاعتها. يبقى انا عملت ايه؟ وزعت الفاناديوم وعرفت عدد تاكسده وبعد كده رحت شغال وشفت عدد الالكترونات المفرده اللي زيه كايون فين؟ لقيته موجود في التيتانيوم. تمام. اقرا رأس السؤال كويس. بعيدها تاني. اقرا رأس السؤال كويس تمام عشان تبقى انت عندك خلفيه بيه. خلاص يا باشا. طيب تعال نشوف ايه السؤال اللي بعده. عدد الالكترونات المفرده للكروم في الايون اللي قدامنا. طبعا كنا في الباب الاولاني كنا اول ما بنشوف حاجه زي كده بنتخض نقول يا لهوي ده كله مركب اجيب عدد التاكسد بتاعه. قلت لك لها لعبه. اي جزيء كان شبعان ودخل جوه المركب فعدد تاكسده صفر. الميه ده مركب شبعان فبالتالي عدد تاكسده بصفر يبقى ده كله طار. يبقى اتبقى المركب كانه سي ار سي ال 2
والكلام ده كله بيساوي موجب واحد اللي هي الاشاره اللي فوق الايون. طب سي ار اجيب عدد تاكسدها ازاي؟ كلور بسالب واحد في 2 بسالب 2 تساوي موجب واحد، يبقى عدد تاكسد الكروم هيساوي موجب 3. تمام. قلنا ميه نشادر اي جزيء هو اصلا شبعان ده كله بيساوي صفر. يبقى اذا عدد الكتلات المفرده للكروم بقى وهو موجب 3. الكروم كان عدد الذري 24. تمام. ارجون 18 4 اس 0 في 4 اس 2 3 دي كام، او 4 اس 0 3 دي كام؟ 3 دي هتشيل 3 الكترون هتبقى 3 الكترون. ليه؟ ما كان في واحد وخمسه، ده في الاصل شلت واحد واثنين من هنا فبقى عندي كام الكترون مفرد؟ 3. يبقى 3 ب3 يبقى الاجابه الف بتاعتي. لازم تكون عارف العدد الذري وفاكر التوزيع الالكترونيه بتاعتك عشان تقدر تتعامل. انت عارف الباب الاولاني الجزء الاولاني منه قفيته، واللي انت تكون فاهم جدا الاعداد الذريه والتوزيع الالكتروني بتاع السنه اللي فاتت. طب مرة احنا بنوزع بالنسبة للغازات الايه؟ بالنسبة للغازات الخام. تمام؟ عشان يبقى عندك خلفية. السؤال اللي بعد منه سؤال رقم 8. بيقول اكس وواي من عنصران من السلسلة الانتقالية الأولى. حلو. الكترونات البصاء الفرعي 3 دي في كل منهما مفردة. يبقى هم عنصران من السلسلة الانتقالية الأولى، يعني اللي بينتهوا بإيه؟ ب 3 دي. طيب الكترونات ال 3 دي في كل منهما مفردة في العنصرين، وهم عناصر. الكترونات البصاء الفرعي 3 دي في كل منهما مفردة. طيب يعني ده عنده الكترون مفرد وده عنده الكترونات مفردة. ماشي. عدد الالكترونات المفردة في الواي موجب 6. انت وصلت لموجب 6. طيب اكبر من ايه ده؟ يعني وانا موجب 6 عندي الكترونات مفردة. طب ما هو الموجب 6 اتحققت مع مين؟ موجب 6 اتحققت مع الكروم، وانا استحاله اكون كروم لان انت بتقول لي عندي عدد الكترونات مفردة. بقول لك اكبر من يعني عندي الكترونات مفردة. طب اتحققت مع مين؟ مع الحديد. ماشي. بس ده في حالات نادرة اللي هي موجب 6. ده في حالات نادرة وبرضه نحطه في الحسبان احتياطي. اتحققت مع المنجنيز. المنجنيز كان في موجب 6 وموجب 7. طب انا بكلمك في موجب 6 للمنجنيز، يبقى انا عندي الكترون مفرد هنا. لو موجب 6 للحديد يبقى انا عندي 2 الكترون مفرد هنا. افتراضا لان احنا لسه برضه ما نعرفش. طب اكبر من عددها في اكس موجب 4 بمقدار واحد. يعني عدد الكتلات المفردة هنا اكبر من عددها في اكس موجب 4 بمقدار واحد. والله ممكن تبقى واي موجب 6 اكبر من اكس موجب 4 بالنسبة للمنجنيز. طب بالنسبة للمنجنيز اكس موجب 4 هيبقى 2 و2 من هناك يبقى في 3. يبقى بالتالي مش هشتغل على حديد ومنجنيز، يبقى خلاص موتت الحديد بالنسبة لي. يتبقى معايا المنجنيز. المنجنيز لو موجب 6 يبقى عندي الكترون مفرد موجود. طب جميل. اكتر من اكس موجب 4 بمقدار واحد. اكس موجب 4 ممكن يكون عنصر التيتانيوم، ما هو ما فيهوش الكترونات مفرده فبالتالي هو اكبر منه بواحد. ده حقيقي. تمام. والتيتانيوم هل كان عنده الكترونات مفرده في المستوى الفرعي دي؟ هقول لك اه، لانه بقول لك عدد الالكترونات المستوى الفرعي سي دي في كل منهم مفرده مفيش الكترونات مزدوجه. فانا بقارن بالنسبه لها. طب ليه ما قارنتش بالنسبه للفانيديوم؟ موجب 4 بالنسبه للفانيديوم عنده الكترون واحد زيه زي الموجب 6 بالنسبه للمنجنيز، فما اتكلمتش فيه. فخلاص يعني انا اتعاملت ان ده تيتانيوم خلاص بالاقناع او بالاثبات بالاعداد الذريه وعدد التاكسد، وده منجنيز. هتكلم عليهم بقى. خلي بالك لو وصفت العناصر غلط هتختار غلط. خلي بالك. فدي فوازيرك في الباب الاولاني. اي مما يلي صحيح. اكس يستخدم لتقليل طاقه تنشيط تفاعل هابر بوش. لا ده الحديد. ويستخدم احد مركباته في عمل الاصباغ. واي اللي هو تيتانيوم اقول له لا. قلت اللي هو المنجنيز اقول له لا برضه. اكس يستخدم في دباغة الجلود. ده التيتانيوم اقول له لا لان الكروم هو اللي بيستخدم. ويستخدم احد اكاسيده في تحضير غاز الاكسجين اقول له متهيألي كان عندي ثاني اكسيد المنجنيز بيستخدم كعمل حفاز في تحول فوق اكسيد الهيدروجين الى ميه واكسجين. هتقول لي فين؟ هقول لك ده في استخدامات مين؟ في استخدامات المنجنيز. حلو كلام. فكنت بستخدم الام ان او 2. لو تفتكر الام ان او 2 ده عامل حفاز وعامل مؤكسد. عمل حفاز وعامل مؤكسد وكان فعلا يستخدم احد اكاسيده في تحضير غاز الاكسجين. ما قالكش وهو موجب 6، قال لك الواي بصفه عامه كعنصر يعني بعد ما وصفنا ان هو منجنيز. في الاجابه ده اللي هي الاجابه الصحيحه. نحب نشخبط قدامكم وتشوفوا احنا بنفكر ازاي بالورقه والقلم عشان تفكر زينا بالورقه والقلم وتقعد تحلل السؤال بدل المره اتنين وتلاته عشان ما تختارش غلط. تمام. انت عايز في اسئله المراجعه تكون عندك تريث في نفس الوقت سرعه. هتقول لي اتنين جم ازاي؟ كنت تركيزك عالي. والتركيز العالي هيجي منين؟ من حل الاسئله الكتير هو اللي هيدربك على التركيز العالي في أي فكرة من أفكار الأسئلة. السؤال رقم 9. قولي إلى أي ممكن. خلي بالك إحنا لما بنقرأ السؤال مش بنخش الحلقة على طول. أقول لك فكرته إيه الأول دايما عشان تتعود إزاي تفكر في السؤال. إلى أي مما يلي يمكن أن يتحول ثاني أكسيد المنجنيز في العمود الجاف MnO2 أثناء التشغيل. واحد هيقول لي طب أنت ما اديتنيش شغل
ثاني اكسيد المنجنيز في العمود الجاف، انت قلت لي هو يستخدم كعامل مؤكسد في العمود الجاف، اقول لك انت صح، بس انت بتقول هو بيشتغل عامل ايه مؤكسد. طب ما يعني معنى كده يحصل له عمليه اختزال. طب انت كنت موجب 4، اختار ايه من المركبات ديت اعداد تاكسدها اقل من موجب 4 يبقى حصل له عمليه الاختزال. تقول لي ايه اللي عرفك انه عمل اختزال؟ انا بقول لك شغال كعامل مؤكسد، مش ده نص المنهج عندنا؟ طب يعني ايه يشتغل عامل مؤكسد؟ يعني يحصل له عمليه اختزال. طب انت عدد تاكسدك كام في ثاني اكسيد المنجنيز؟ 4. ادور انا في الاختيارات على ديت على عدد تاكسد منجنيز يكون اقل من 4، وتاكد مش هتلاقي غير واحد، لان لو كان اكتر من واحد يبقى الاجابه غلط. طب هنا ام ان هتلاقي عدد تاكسدها موجب 4 بعد ما تحسبها. خلي بالك في طالب يقول لي ايه، يقول لي يا مستر انا مشكلتي لو ما بعرفش احسب عدد التاكسد. هقول لك انا اسف مش هقدر اساعدك، انا بتكلم بجد دلوقتي اقول لك الكلمه دي. انت بتهزر؟ جاي لحد وقتنا دلوقتي وانت بعد ما عديت على منهج الكيمياء كله وعرفت اهميه حساب عدد التاكسد في الباب الاولاني والباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع اللي هو يعني مخزن عدد التاكسد، ده العضويه في حسابات عدد التاكسد. فانت كده بتهزر. يعني اللي يقول الكلمه دي انا ما بعرفش احسب عدد التاكسد يبقى فعلا كلمه هزار او بيهزر ده قليله عليه. انا هنا بجرح، واسمع الجرح ده قوي. يعني فوق نفسك وشوف تاني وارجع تاني لو عايز تلحق ازاي تحسب عدد التكسد. حساب عدد التكسد ده شيء مهم جدا في الحل، شيء مهم جدا. تمام. طيب منجنيز هنا في ب هتلاقي ده -2 وده -1، يعني هيروح الناحيه الثانيه موجب 3، يبقى اذا عدد التكسد هنا موجب 3، يبقى اذا الاجابه ب هي الاجابه الصحيحه. يبقى بالتالي بيشتغل ويروح للمركب ده. ايه اللي عرفني وانا ما اعرفش اصلا شغل ثاني اكسيد المنجنيز في العمود الجاف؟ انا ما اعرفش مين انود وكاثود العمود الجاف اصلا يا مستر. يقول لك انت صح، بس هو قال لي ان ده عامل مؤكسد، يعني يحصل له عمليه اختزال، يعني معنى كده دور على الايون اللي عدد تاكسده اقل من عدد تاكسد المنجنيز في ام ان موجب 2. بطول اهو بالشرح قوي هنا علشان اقدر افيدك، لان كثره التطويل هنا افاده ليك لو انت عايز تتعلم تتذكر ازاي الباب وتحله ازاي. تمام. ده بالنسبه للناس اللي عايزه، انما اللي مش عايز طبعا عمره ما هيحاول ان هو يسمع، هيحاول ان هو يستعجل، والاستعجال مش كويس. الاستعجال مش كويس. هنا اللي انت لازم تسمع، لان انا بعيد لك الشرح تاني عشان تقدر تستفاد. السؤال اللي عليه الدور السؤال رقم 10 بيقول ايه؟ بيقول اذا كان عدد الالكترونات المفرده في اوربيتالات المستوى الفرعي A تمام ضعف عدد الالكترونات المفرده في اوربيتالات العنصر B. ماشي. ده نصيحه يعني. طيب يعني ميزه ان الاي ضعف البي في عدد الالكترونات المفرده. ماشي. والعدد الذري للعنصر A يزيد عن العدد الذري للعنصر C بمقدار 2. على فكره ده ممكن يبقى مفتاح ليا في ان انا اطير اجابات. طب نبدا بدي لان دي سهله هتساعدنا. ايه اعلى من العنصر سي بمقدار 2. طب ما انا هنا كاتب لي استخدامات، فانا عن طريق مذاكره الاستخدامات هحاول اتعرف على الايه والبي. يعني هنا ده منجنيز، نكتب كده العناصر الاول. طلاء المعادن ممكن يبقى نيكل وممكن يبقى كروم. طيب ما هو طلاء معادن تركيب حرفيا مفيش غير نحاس. طب درجة الزيوت نيكل. شوف انا بذاكر فبحط الحاجة الاول. ملفات تسخين ممكن تبقى نيكل وممكن تبقى كروم. ماشي. طلاقات المضيئة خرسية. تمام. طيب مادة مؤكسدة مطهرة ده منجنيز KMnO4. الجلفانة خرسين. صناعة مغناطيسات كوبالت. دباغة جلود بتبقى عبارة عن الكروم. صناعة زنبركات سيارة فاناديوم زراعة الأسنان تيتانيوم. طيب نبدأ بقى نشوف. هتكلم ما بين الاي والسي الأول. تمام. طيب هنا منجنيز 25 محلول فيولينج 29. أنا رافض ألف. شوف هطير شوية إجابات كده الأول أسهل على نفسي بعد ما كتبت العناصر. شوف أنا عملت إيه الأول، كتبت العناصر على استخدامات كل واحد. طب ليه طيرت ألف؟ بيقول لي العنصر إيه يزيد عن العنصر سي بمقدار 2، وأنت هنا 25 وأنا 29، يعني الفرق 4 وأنا ما بزيدش عنك. طيب درجة الزيوت ده هنا 28 وأنت هنا 30 برضه ما بزيدش عنك، يبقى الإجابة ب أنا مش عايزها. شوف هنا المعلومة دي، شايف المعلومة دي هتساعدك اللي أنت تريح نفسك من اجابات. شوف انا بفكر ازاي. منجنيز 25 كي منه فور ماده مؤكسده مطهره، والكوبالت 27. يا سلام، في فرق 2 بس الايه مش بيزيد عن العدد الذري بمقدار سي، يبقى جيم غلط. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال هنا في الموضوع بيسهل علينا ازاي؟ شفت لما انت قريت بمعنى صح فقدرت تساعد نفسك ازاي؟ كروم 24 بس المهم تكون انت مذاكر الاستخدامات. تقولي معايا ورقه مفاهيم. ماشي اقعد قلب بقى. شوف كده مثلا كان الوقت انا اتكلمت في ايه، في 12 مركب في 12 استخدام. اقعد قلب بقى على ال 12 استخدام ويلا وقتك جميل قوي. ده انا بقول لك وانت مذاكر مده السؤال بيبقى عايز 4 دقائق تقعد تفر لي في ده كمان. انت كده بتهزر. لازم عشان تحل بسرعه لازم تكون مذاكر عشان ما تقعدش تفر. تمام.
فر لما تاخد اللي مش عايز يذاكر. طب يبقى الإجابة بتاعتنا د هي الإجابة الصحيحة. طب تعالى نشوف بقى، هل الكروم 24 عدد الإلكترونات المفردة ضعف عدد الإلكترونات المفردة موجودة في الفانيديوم؟ ليه؟ أصل الكروم 4s1 3d 5، يعني عنده عدد إلكترونات مفرد وهو في الحالة العنصرية 6. صناعة زوبركات السيارات والفانيديوم 23 عنده كم إلكترون مفرد؟ 4s2 3d 3، يبقى أنا عندي كم إلكترون مفرد؟ 3 إلكترونات مفردة، يبقى الإجابة د هي الإجابة الصحيحة يا دكتورة. يلا يا باشا كمل الحل معانا. يلا أنا معاك، أنا ما بزهقش، المهم أنت اللي ما تزهقش. طيب السؤال رقم 11، أي مما يلي يمثل استخدام عنصر انتقالي، تمام، من الدورة الرابعة تتساوى في كل حالة حالات تأكسده، كل رقم من أرقام عدد تأكسده تتساوى مع عدد الإلكترونات المفردة في الحالة اللي هيديها لك كاستخدام. طب يلا، التيتانيوم هو زراعة الأسنان. طيب هل كل حالة من حالاته بتساوي عدد الإلكترونات المفردة؟ يعني مثلا موجب 2 بتاعته عنده 2 إلكترون مفرد صح، طب موجب 3 لا ده عنده 1 إلكترون، مش هختارها. كل عدد تأكسد من أعداد تأكسده تبقى فيها نفس عدد الإلكترونات المفردة وقت حالة التأكسد ده. يعني لما كنت موجب 2 كتيتانيوم كان عندي كام الكترون مفرد في الدي 2، طب حلو، عدد تأكسده يساوي عدد الالكترونات المفردة هنا. طب لما ابقى موجب 3 وعندي كام الكترون مفرد واحد، لا ما تحققش الشرط، ما تكملش. طلاء معادن ودباغة جلود، ده كروم، ليه ما بقاش نيكل؟ عشان قال لي ودباغة جلود، حلو. طب 24، طب انا عندي 4s1 3d 5، اول حالة تأكسد موجب 2، عنده كام الكترون مفرد وموجب 2؟ 4 الكترونات مفردة، ما تحققتش الشرط اللي انت عايزه. طلاء معادن وأدراجة زيوت، ده كده نيكل، عدده الذري 28. طيب 4s2 3d 8، طب أول حالة تأكسد له هو موجب 2، عنده كام إلكترون مفرد؟ موجب 2 يعني دي بصفر، عنده كام إلكترون مفرد في الدي 2، حلو. طب موجب 3 هيبقى الدي فيها 7، طب عندك كام إلكترون مفرد؟ 3، إيه الحلاوة دي؟ طب موجب 4 هتبقى 3 دي 6، عندك كام إلكترون مفرد؟ 4، وهنا عدد تأكسد 4، يبقى ج هي الإجابة الصحيحة بتاعتي. ليه؟ لأنه بيقول لي كل حالة تأكسد من حالات التأكسد هو فيها نفس عدد الإلكترونات المفردة اللي موجودة معايا، تمام؟ ده كده حل السؤال رقم 11، ونخش على السؤال اللي بعد منه. السؤال اللي بعد منه بيقول 12 عنصر من عناصر الفور دي تركيبه الإلكتروني، عنصر من عناصر 4 دي يعني دورة 5. جميل، تركيبه الإلكتروني NS2 يعني دي 5 NS2، N ناقص 1 4 دي N زائد 5 5 زائد 5 ب10، حلو، يعني ده توزيعته. يستخدم في عمل إيه؟ ده كده العنصر اللي تحت الخرسين، ده كده كادميوم. كادميوم خرسين، كادميوم وزئبق. طب الكادميوم في طائرات الميجا مقاتلة؟ لأ. ملفات التسخين والأفران الكهربية؟ لأ. سبيكة مقاومة الصدى والأحماض؟ لأ ده نيكل. يبقى بطارية قابلة لإعادة شحن؟ النيكل كادميوم. يبقى شوف أنا بذاكر الخصائص، بذاكر الاستخدامات، على أساسها بحدد العنصر. يلا اقعد فر يا اللي انت مش مذاكر، خلي السؤال بدل ما ياخد 4 دقايق ياخد 40 دقيقة. فر لما تاخد اللي مش عايز يذاكر يا جدع. يلا يا باشا نشوف اللي عليه الدور. ها، السؤال اللي عليه الدور، أي من أزواج العناصر الآتية له أكثر من حالة تأكسد في مركباته؟ أكتر من حالة تأكسد في مركباته، حاضر. يوتريوم ده تحت اسكانديوم، فأنا مش هختار ألف، ده حالة تأكسد واحدة. سترانشر ده عنصر ممثل لحالة تأكسد واحدة. رصاص لاثنين وأربعة وستة، والمونيبيديوم عنصر انتقالي لا تعدد حالات تأكسد، يبقى الإجابة ج صح. هتوزع طبعا المونيبيديوم هتلاقيه واقع في الستة بي اللي هو تحت الكروم، فلو تعدد، والرصاص اللي احنا عارفين ان هو لا تعدد يبقى الإجابة صح. طب د اليوتريوم قلنا زي الاسكانديوم مش هختارها، تمام. طيب السؤال اللي بعد منه كده يا جدع، السؤال رقم 14 بيقول كل من العناصر الآتية كل من العناصر الآتية يمكن أن يكون مركب صيغته XO2 عادة. XO2 يعني موجب 4، يعني يروح لموجب 4 عادة. الكادميوم طبعا ما يروحش خالص، متهيألي يعني ليه؟ لأن الكادميوم ده عنصر خرسين، فأنا لقيتها اختياراتها بس تكمل. التي سي 43 هتوزعها هتلاقيه بيعمل موجب 4، يعني هيتوزع على كريبتون 36 طبعا،
تمام، انا بوريك اهو، انا عارفها بس بعرفك ازاي نتعامل يعني. 5 اس 2 يبقى كده 38 و4 دي 5. طب هنا لا، هو يقدر يعمل موجب 4 لان ده تحت المنجنيز اهو، يقدر يشتغل معايا. طيب يبقى بالتالي ده لا مش هختار. التيتانيوم طبعا بيعمل موجب 4 فمش هختار. بي دي 46 يعني ده بعد المنجنيز بتلاتة أو اللي زي المنجنيز بتلاتة. طب اللي زي المنجنيز بتلاتة 25 على 3 28 يعني اللي تحت النيكل، والنيكل اللي تحت النيكل بيعمل موجب 4، لأن النيكل بيعمل موجب 4، ما هو عناصر الموجب واحدة زي بعضها. يبقى إذا برضو الإجابة د هي خاطئة، يبقى الكادميوم هي اللي صح. هتقول لي والله يعني أنت لكيت وجعت دماغنا ليك، أنت ماشي، غيرك ممكن يكون عايز يسمع. فأنت اعرف لنفسك، وممكن تسمع معلومة جديدة. قلت لك في المراجعة اسمع كل حاجة، اسمع كل حاجة، مش هتخسر. ده الوقت اللي عمرك لو اجتهدت ما هتخسر أبدا أبدا، بس اجتهد. فر تاخد اللي مش عايز يشتغل يا جدع. تعال نشوف اللي عليه الدور. ايه اللي عليه الدور؟ عنصر ام يعطي أقل حالة تأكسد في السلسلة الانتقالية الأولى. ده مين؟ عنصر ام. ماشي، أقل حالة تأكسد في السلسلة الانتقالية الأولى. أقل حالة يعني يدي موجب واحد، ماشي، يعني متهيألي زي النحاس كده أهو. يكون مع كلهم في هذا المركب مركب صيغته. شوف حتى خبصه مش ادالي صريحة، لا ادالك لك M2Cl2. طب ما انا برضه عدد التأكسد هنا موجب واحد يا ظريف، يبقى ألف. هنا طبعا باين انها موجب اتنين، هنا باين انها موجب اربعة مع كله احادي، وهنا باين انها موجب تلاتة. بس ازاي يريحني؟ لا، لازم برضه يمشورني كده ويديني ويجيبني. بالنسبة لمين؟ للشخص اللي مش عايز يركز. فر تاخد اللي مش عايز يركز يا جدع. تعال نشوف اللي عليه الدور. 16. فلز انتقالي اكس ايون. التوزيع الالكتروني للايونو اكس موجب 2 كريبتو 36 4 دي 2. يعني انت كان قبل منها 5 اس 2. يعني انت شبه التيتانيوم اللي انت تحت منه. اي هذه الصيغه يصعب وجودها. يعني انت نفس اللي انت هتصل بيه التيتانيوم موجود عندي. اكس سي او 3 يعني يعمل موجب 2، ماشي شغال. اكس موجب 4 شغال. طب هنا اكس بي ار 3 شغال. طب اكس موجب 5 مش شغال. يبقى الإجابة د هي الإجابة الصحيحة. وأنت بتحسب عدد التأكسد وتشوف. أنت بتقول أنت زي اللي تحت التيتانيوم فأنا زيك، ماشي. 17 نشوف السؤال اللي عليه الدور. يلا يا جدع. 17. أقصى حالة تأكسد العناصر المجموعة 2B تتحقق عند فقد 2B اللي هو تحت الخرسين. تحقق فقد إيه؟ أنت غلبان بيفقد إس بس، أنت عايز كلام. طيب وأنا تحت الخرسين إيه اللي عرفك إن أنت بتقول 2B يا جدع؟ تعال نشوف السؤال اللي بعد منه. 18. في أي هذه العناصر يتساوى عدد الإلكترونات المفردة مع أقصى حالة تأكسد؟ يعني أقصى حالة تأكسد له يتساوى مع عدد الإلكترونات المفردة، مش وقت ما تحقق أقصى عدد تأكسد، لأ. يعني هو عنده مثلا عدد تأكسد كبير وليكن 4، هو برضو وهو عنصر عنده 4 إلكترونات مفردة، فدي يعني إيه الصفة المشتركة؟ افهم بطبيعة السؤال يعني. إنما مش بقول لك وأنا في أقصى حالة تأكسد يبقى عندي إلكترونات مفردة، طب منين؟ في عناصر أقصى حالة تأكسد عندها بصفر. أكيد مش قصده كده يا ذكي. طيب الموليبيدنيوم هو ليه أقصى حالة تأكسد شبه الكروب موجب 6، وهو كعنصر عنده 6 إلكترونات، فبالتالي يتساوى عدد الكتلات المفردة مع أقصى عدد تأكسد له. الفضة لأ طبعا، أقصى عدد تأكسد لها موجب 2 لو أنت بتتكلم في المجموعة 1B. طب وأنت عندك كم إلكترون مفرد؟ واحد. طب هنا هو البي تي 46 قلنا شبه اللي تحت مين؟ شبه تحت النيكل. طب أقصى عدد تأكسد 4 وهو عنده عدد إلكترونات مفردة وعنصر 2، فبالتالي لأ، ما هو شبه النيكل. كادميوم لأ طبعا لأنه ده ما عندوش، يبقى بالتالي ما يلزموش. يبقى الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة. فر تاخد اللي مش عايز يركز يا جدع. يلا يا باشا. سؤال رقم 19. سؤال 19 بيقول إيه؟ في أي مما يلي تختلف حالة تأكسد أيون العنصر الانتقالي عن رقم المجموعة الذي ينتمي إليها العنصر؟ إيه؟ تاني مش فاهم حاجة؟ بقول لك في أي مما يلي، كل إجابات الاختيارات اللي عندك دي تختلف حالة تأكسد أيون العنصر الانتقالي عن رقم مجموعة 3 ينتمي إليه وقت الحدث، يعني وقت المركب، مش ده بطبيعة العنصر، لا طب في المركب ده. طيب انت هنا عدد تأكسد المنجنيز موجب 7 لو انت حسبتها، وانا مجموعتي 7B. طب ما انت شغال زي الفل و100 100 ومش هختارها. تمام. بقول لك تختلف. هنا لو حسبت عدد تأكسد الكروم موجب 6 وانا مجموعة 6، تمام، فمش هختارها. تمام. في او هنا في او 4 تساوي سالب 3، هتلاقي الفي هنا سالب 8 بتساوي سالب 3. يعني معنى كده الفاناديوم هتساوي موجب 5 برضه. لا مش هختارها لان هنا اقصى حاله تاكسد
واقع مع نفس المجموعة. طب اف اي او 4 سالب 2، اف اي سالب 8 بتساوي سالب 2. يعني هنا الاف اي هتساوي موجب 6. تقول لي طب ما هو تمام، اقول لك لا، انا واقع في المجموعه الثامنه، يبقى مش بينتمي مع رقم المجموعه، بيختلف. يبقى الاجابه د، لان اقصى عدد تاكسد هو موجب 6 وانا واقع في المجموعه موجب 8. تمام. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد منه يا جدع. نشوف السؤال اللي بعد منه اللي هو سؤال رقم 20. عنصر انتقالي اكس من الدوره الثابته، تمام، لو حالة تأكسد أكبر من رقم مجموعته. إيه ده؟ في الدورة الثابتة؟ طيب ماشي، ده أنت كده واقع في توزيعة الستة اس، الفور اف، الخمسة دي، واقع في توزيعة دي. معايا في الكلام ده؟ طيب لو حالة تأكسد أكبر من رقم مجموعته، ده ما بيتحققش الكلام ده إلا مع عناصر 1 بي. وعناصر 1 بي بالنسبة لده بقى يتوزع اس 2 14، وهنا دي 9. طيب فإن أقصى حالة تأكسده يتحد مع الكلور مكونا. طب ما ده الذهب، أقصى حالة تأكسد اللي هي موجب 3. ما اشتغلش على ال 1 بي وخلاص، لا، ما أنا عارف إنها النحاس أقصى حالة تأكسد 2، الفضة 1، الذهب 2 3. فأنت بتقول أقصى حالة تأكسد يتحد مع الكلور، يبقى أنت بتتكلم على الذهب هو 3. يبقى يعمل الصيغة اكس سي ال 3 اللي هي تبقى الإجابة ألف، الإجابة الصحيحة معايا. تمام. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد منه يا دكتور. يلا يا عمنا، يلا يا جدع، سامعك يا اللي بتقلدني. ماشي، هنا يسامحك. 21. جميع الحالات، جميع المركبات التالية تميل إلى الوصول إلى حالة استقرار في الظروف المناسبة ما عدا. يعني إيه بقى السؤال ده يا مستر؟ بيقول لك كل المركبات دي تميل إلى الوصول لحالة استقرار في ظروف مناسبة، يعني هي حابة إنها تطلع فوق. معايا في بقى مركبات هتختارها مش هتقول لك لا اروح فين يا عم، انا ما عنديش اصلا فوق. يعني الحديد يحب، لان هو عنده، هو هنا موجب 2 ويحب يروح لموجب 3، فبالتالي يقدر ان هو يصل لحاله استقرار في ظروف الايه، في ظروف المناسبه. طب تي اي موجب 2، تي اي 2 و3، هنا 3، وحاله تاكسد له بتاعته موجب 4، يحب يروح. طب النحاس اصلا هو موجب 2 وده اقصى حاله تاكسد له وهو مستقر، فبالتالي هو مش هيروح في حته. طب ام ان بي او 4، هنا عدد تأكسد الام ان موجب 3، تمام، لان بي او 4 3 وده داخل 3. طب هو يحب يروح لمين؟ لسبعة، يعني يحب يتحرك. تمام، يبقى بالتالي كل واحد حابب ان هو يستقر. ما عدا ده هروح فين؟ انا مستقر اصلا. تمام. طب السؤال رقم 22 بيقول لعناصر السلسله الاولى اي مما يلي يمثل التركيب الالكتروني الايون الاكثر استقرارا في محلول المائي للعنصر الموجود في العمود التاسع من الفئه دي. مش العمود التاسع وسكت، لو العمود التاسع سكت يبقى السابع من الفئه دي. انما هنا العمود التاسع من الفئه دي يعني العمود اللي قبل الاخير، يعني المجموعه 1 بي، يعني الاونا الادو الاتري، يعني الدي بتاعتنا فيها 10 والاس بواحد. جميل جميل. تمام. يبقى بالتالي انا لو انا بقول لك عايز الاكثر استقرارا يبقى اس 0 دي 9، تقول لي نعم، لا اس 0 دي 1، اقول لك لا، ده كان النحاس لما كان عدد التأكسد موجب 2 هو الأكثر حالة تأكسد أو أقصى استقرارا لأن طاقة الإلمامية كبيرة. يبقى الإجابة بتاعتنا جيم يا جدع. ركز، أبوس إيدك يا بطل. يلا خش على السؤال اللي بعد منه، سؤال رقم 23. في المعادلة الأيونية التالية اكس او 4 زائد 8 اتش موجب 5 الكترون وهكذا وهكذا. احسب على طول، اول ما تلاقي معادله احسب على طول، احسب زي ما قلت لك عدد تاكسد موجب 7 اكس موجب 2، ده حصل له عمليه اختزال. طيب اذا كان عنصر اكس عنصر انتقال الرئيسي، فالعنصر قد يكون، جميل، قد يكون مين؟ هل هو منجنيز؟ صح، لانه اقصى حاله تاكسد موجب 7 ما بتتحققش الا في المنجنيز، وخلصت الاجابه. والاجابه الف، ما تفكرش صدقني في دي بقى بعد منها. ليه؟ لأن أنت أساسا أقصى حالة تأكسد موجب 7 لا توجد إلا مع المنجنيز يا جدع. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه يا بطل. السؤال اللي بعد منه بيقول آه 24. التفاعل ام موجب 2 راح لام موجب 3، يعني حصل عمليه اكسده، ولا جهد عيونه منخفض جدا، يعني حابب جدا، حابب قوي، حابب موت قوي قوي، حابب ان هو يروح لام موجب 3 كده كده. اي العناصر الاتيه يمكن ان يكون عنصر ام. يبقى مين هنا اللي حابب ان هو يروح لانه جهد عيونه صغير وهو يروح من موجب 2 لموجب 3 يستقر؟ ده هتلاقيه في الحديد، لان موجب 3 معناها ان دي بتاعتي بخمسه، يعني انا بزغرط وانا رايح، فبالتالي جهد التأيوني صغير الاولاني او جهد التأيون بتاعها يعني. تمام. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه يا دكتور. انت مش بيتحرك ليه؟
عشان كده يا جدع، خليك اقعد قول جدع جدع وانت مش مركز يا مستر ومش عارف تجيب الماوس. سؤال 25. عنصر من العناصر السادسة الانتقالية الأولى لا يستخدم إلكترونات الدي في تكوين مركباته. ده الوحيد دوت كربوات بيه. تقول لي لأ، أبدا، اوعى، الحقني. إيه يا عم في إيه؟ أنت بتغرق. أنت بتقول من عناصر السادسة الانتقالية الأولى خرسين إيه؟ أقول لك أيوه، وأنا قلت انتقالي؟ بقول لك عنصر من عناصر السادسة. أمال ده إيه؟ بره؟ يعني ده اتطرد، محدش راضي يلمه، اتبروا منه. هو مش عنصر انتقالي بس من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، صح؟ يبقى الخراطيم. بس كده أهو، مش موضوع بالصعب يعني. طيب 26. أقوى عامل مختزل من العناصر الآتية، اللي هو بيحب يتأكسد قوي، اللي هو أنشط واحد فيهم، اللي هو بلاش تتكلم كتير خلاص الإسكندرية. يلا. طيب السؤال اللي بعد منه يا باشا نشوفه كده مع بعضينا. بيقول 27. أي من أزواج الأيونات الآتية يمكن أن يستخدم كعوامل مختزلة؟ يعني إيه السؤال ده؟ يعني يحب يحصل له عملية أكسدة، يعني يبقى مبسوط إن هو رايح يعمل عملية أكسدة. أول حاجة هرفضها دي، ماشي. ليه؟ لأن في سكانيوم موجب 3 خلاص مش هيروح في حتة تاني. طيب فانيديوم موجب 3 يحب يروح لموجب 4 صح، بس كروم موجب 6 خلصانة. طيب نحاس موجب 1 يحب يروح لموجب 2 جدا. هتقول لي ليه؟ أقول لك رايح لطاقة الإيمان. إن أي موجب 4 لا، ما يحبش يروح في حتة تانية لأن ده أقصى حالة تأكسد ليا. تمام. اف اي موجب 2 يحب يروح لموجب 3 صح، وتي اي موجب 3 يحب يروح لموجب 4. يبقى انا احب اتاكسد، يبقى انا عامل مختزل، يبقى دول عوامل مختزله قويه. ليه؟ لان هروح في حاله ان انا اشتغل وابقى في حاله استقرار، فهروح للاستقرار يبقى انا عامل مختزل، يعني يحصل عمليه اكسده. تمام. طب السؤال اللي بعد منه سؤال رقم 28 بيقول ايه؟ الترتيب الصحيح حسب زيادة القدرة كعوامل مؤكسدة. زيادة القدرة يعني مين أكبر من مين كعامل مؤكسد، يعني يحصل له عملية اختزال وهو مبسوط جدا. تمام. وهو مبسوط جدا يبقى أنا رافض حاجات معينة ما يحصلهاش، يعني رافض ده ورافض ده. ليه؟ لأن أنت بتقول عايز يحصل له عملية إيه؟ عملية أكسدة. تمام. إحنا عملنا السؤال راح فين؟ أهو. عايز يحصل له عملية أنا آسف، هو راح فين؟ يحصل عملية اختزال، اللي انت بتقول زيادة القدرة، زيادة القدرة على كعوامل مؤكسدة. يبقى بالتالي ده مش أعلى واحد يحصل له عملية اختزال، لأن دوت هيحب يروح لموجب 4 أصلا. فبالتالي أنا رافض ج ودال. ليه؟ يا ابني أنت بتقول في أو موجب 2 في الحالة دي وقعدت تأكسده موجب 3، ده يحب يروح لموجب 4 يبقى عامل مختزل قوي. أنت بتقول هو أكبر كعامل مؤكسد، يبقى الإجابة ج ودال غلط، خلصانة. يبقى ألف وب هي اللي هنتكلم فيها. طب إم إن هنا موجب 7. تمام. خلاص تحب ترجع تختزل صلاح، ما عادش في بعد منها. برضو اكبر من في او موجب، يبقى انا رافض دي يا ابني، قلت لك ده اضعف واحد. ليه؟ ده هيحب يعمل عمليه اكسده، يعني عامل مختزل قوي. يبقى بالتالي الف وجيم ده مرفوضه. يبقى بالتالي الاجابه ب هي الاجابه الصحيحه بتاعتي، لان فعلا ده كعامل مؤكسد يحب يحصل له عمليه اختزال اكتر من ده، اكتر من ده. تمام. سؤال رقم 29. اي مما لا يمكن ان يعمل كعامل مؤكسد وعامل مختزل؟ يطلع وينزل. ايوه سمع عيل فاكره ملحوظه. يطلع عنده القدره ان هو يطلع الاول، يطلع كعامل مختزل يعني يطلع بعدد تاكسده فوق، او ينزل بعدد تاكسد تحت كعامل مؤكسد. يطلع وينزل، يطلع وينزل الذهب. تمام. ده بينزل بس، ده بينزل بس، ده بينزل بس. ليه؟ لان هم اصلا في اقصى حاله تاكسد لنفسهم. يلا يا جدع فر للي مش فاكر الملاحظات، فر لما تاخده للي مش فاكر الملاحظات طبعا. 30. يلا يا باشا. إذا علمت أن كاتيون إكس في المركب إكس أو موجب 2، وهو في حالة تكسب موجب 4 أصلا لو أنا حسبت، يحتوي على 4 إلكترونات مفردة. شوف بقرا المركب على طول، إيديا شغالة أجيب عدد التأكسد. يحتوي على 4 إلكترونات مفردة في الوصول الفرعي 3 دي. ده نيكل. ده اللي عامل يعني، ده لو أنت وزعت هتلاقيه هو اللي بيحقق الكلام. وأن التوزيع الإلكتروني لكاتيون واي في المركب واي موجب 4 ينتهي ب 3 بي 6، يبقى ده تيتانيوم، لأن أنا كده فقدت الاثنين الأربع كتب بتوعي. أي مما يلي صحيح. ماشي. اكس او 2 اللي هو النيكل يعمل كعامل مختزل. اكس او 2 ما هو موجب 4، لا مش هيعمل كعامل مختزل، هو يحب يرجع يعمل كعامل مؤكسد لأن هو أقصى حالاته خلاص، فدي غلط. يعمل واي 2 او 3 اللي هي موجودة هنا، هو اللي هو التيتانيوم كعامل مؤكسد فقط، يعني يحب ان هو يحصل له عملية اختزال؟ لا ده يحب ان هو يحصل له عملية أكسدة جدا، لأن موجب 3 تحب تطلع لموجب 4، ده غلط. اكس او موجب 2 اللي هو موجب 4 يعمل كعامل مؤكسد فقط، يعني يحب يرجع صح،
هيطلع فين؟ هو النيكل اخره موجب 4، فمش هيطلع، ينزل، بس ينزل يعني يحصل عمليه اختزال، موجب 4 ينزل، يبقى يشتغل كعامل مؤكسد فقط. الاجابه دي انا مطمن لها. يعمل واي اوتو كعامل مختزل، واي اللي هو التيتانيوم، يحب يشتغل كعامل مختزل؟ لا، لان انا اخري موجب 4، فانا مش هحب ان انا اتاكسد تاني، لان انا كده اكثر استقرار، ارجع ماشي. يبقى بالتالي دي برضو غلط، يبقى اذا فعلا الاجابه ج هي الاجابه الصحيحه. سؤال 31 والسؤال الأخير يا حبايبنا: أي من أذواق الأكاسيد الآتية أكاسيد مترددة؟ كنت تقول لي بيطلع وينزل، يطلع وينزل، يعني يطلع بعدد تكسده وينزل بعدد تكسده، ويكون عنده القدرة على الكلام ده، يكون من الأعداد التكسد الموجودة عنده مش مزورة، مش بمزاجي. هنا ده موجب 4، عدد تكسده، يحب يروح لموجب 5، ويحب يرجع ورا، ماشي. عنده، بلاش يا عم يحب، عنده يقدر يطلع ويقدر ينزل، طب سي ار 2 او 3 يقدر يطلع، يطلع لموجب 6، ينزل لموجب 2، خلاص، ما دي يقدر يطلع وينزل، فعشان كده هو اسمه متردد. يبقى المتردد هو اللي يقدر يطلع وينزل، المتردد هو اللي يقدر يطلع وينزل. بعيدها تاني اهو. طب هنا موجب 6 خلاص ما عادش، طب هنا موجب 5 خلاص فيص، هنا موجب 5 خلاص فيص، يبقى بالتالي ب غلط، ج غلط، د غلط، انما بي او 2 لسه بصحته يطلع وينزل، سي ار 2 3 يطلع وينزل، ومفيش أي مشكلة تماما. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن أنت تكون فهمت اللي إحنا شرحناه، وتكون استفدت بمعلومات، أكيد معلومات هتفيدك، تكون استفدت ببيانات، سجلت ملاحظات لو أنت ناسيها، وهكذا، يعني تقدر تستوعب المعلومة بتاعتك ببساطة شديدة. ربنا يوفقك ويصلح لك الحال يا حبيبي.